ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل اكل السمك، موفره جدا، طعمها حلو قوي وحاجات نظيفه. تعالوا معايا في حله على النار. انا دلوقتي هعمل شوربه السي فود. في حله على النار نزلت بمعلقه كبيره من الزبده ومعلقه زيت وبصله، وبعد كده هسيبهم يتبالوا شويه، وبعد كده هنزل بالسي فود بتاعي. ونزلت بجزره كده مقطعاها، وهقلب كويس، وهنزل بالحاجات دي اللي هي هعمل شوربة السي فود. فيها سمك فيليه وفيها جمبري وفيها حاجات كتيرة قوي. وهنزل كده بالمية بتاعتي، وبعد كده معلقة صغيرة من صوص الحبار. عندك حط، ما عندكيش خلاص. وده السمك الفيليه، بقطعه زي ما انتوا شايفين كده، ونضيف جدا. وبعد كده ده الكاريماري، هنزل بنص كوباية من المية ونص كوباية من الدقيق، نص معلقة من البابريكا، ربع معلقة من الجنزبيل، نص معلقة من بهارات السمك، وملح وتوم بودرة. وبعد كده نزلت بشوية شطة صغيرين، وأقلب كويس الخليط. بعد كده هسيب السمك الفيليه فيه حوالي ساعة أو نص ساعة يتبل ويشرب التتبيلة كويس. وبعد كده هطلعه من التتبيلة دي. خلاص كده الشوربة بتاعتي غلت كويس. وبعد كده هنزل بكريمة او شوية لبن براحتك، ونزلت بشوية من بهارات السمك والملح وفلفل اسود. يعني بداية الكريمة دي حط شوية لبن عادي خالص. بعد كده في طاسة على النار، انا عشان اتقل الصوص بتاع الشوربة، في حلة على النار نزلت بمعلقة كبيرة زبدة ومعلقتين دقيق، ونزلت بكبشتين من شوربة السفود، واقلبهم كويس، وهضيفهم على خليط الشوربة. هديها غلوة بس كده، وبعد كده هطفي عليها. زي ما انتوا شايفين كده طعمها جميل جدا. كده انا هقلي دلوقتي البانيه، بطلعه من الخلطة، خليط السائل على الدقيق، وبعد كده هقليه. هتبل طبعا الدقيق بملح ورشة من الفلفل الاسود ورشة من بهارات السمك، وبعد كده هقليه.
بعد كده برضو هعمل الخلطة هي ونفس المقادير ونفس كل حاجة اللي حطيناها للسمك الفيليه هعمل بيها الكاريماري، وهطلعه من الخليط ده مش على دقيقة، هطلعه على بقسماط. أكلة جميلة، أكلة شيك، ومش هتكلفك أي حاجة، يعني كلها على بعض ما كلفتنيش 280 جنيه، بس طعمها جميل جدا. جنبها بقى رز صيادية أو رز أبيض براحتك، وبالهنا والشفا.